السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محتوى الفيديو مالتنا موضوع عن كأس العرب. كأس العرب المرة الثانية تواليا راح تكون في دولة قطر. من هي المنتخبات المشاركة وكم عدد المنتخبات؟ وهل منتخبات العراق وسوريا والأردن راح يكونون متواجدين بكأس العرب أم لا؟ خليكم ويانا. تفاصيل كاملة في الفيديو، لكن قبل التفاصيل أطلب منكم طلب جاوبوني عليه من خلال التعليقات. أريد أسألكم سؤال وجاوبوني عليه من خلال التعليقات. رأيكم باستضافة قطر للمرة الثانية لبطولة كأس العرب؟ في أي دولة تفضلون تقام بطولة كأس العرب؟ أنتوا جاوبوا على السؤال واشتركوا بقناتي، ضغطوا على زر الجرس وحط لايك للفيديو ويلا. أولا، ما هي المنتخبات المشاركة في البطولة وما هي شروط مشاركة المنتخبات في بطولة كأس العرب؟ عدد المنتخبات المشاركة في كأس العرب راح يكون من 16 منتخب عربي، والمشاركة تعتمد على التصنيف الدولي للمنتخبات العربية. راح يشارك أول 10 منتخبات في التصنيف بشكل رسمي، وراح يكون الدور التمهيدي ل 12 منتخبا. يكون التنافس على 6 بطاقات مؤهلة لكأس العرب حتى يكون المجموع الكلي 16 منتخب. منتخبنا العراقي راح يكون ضمن التواجد لأنه هو حاليا في المركز السابع عربيا خلف منتخب قطر. 12 منتخب راح يفوزون الدور التمهيدي، وراح يلتحق 6 منتخبات بال10 المتأهلين بشكل مباشر إلى كأس العرب. سوف تنقسم إلى 12 منتخب إلى 4 مجموعات. سيتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي، ومن ثم نصف النهائي وإلى نهائي البطولة. طيب، من هي المنتخبات العشرة التي تأهلت بشكل مباشر لبطولة كأس العرب حاليا؟ هي المغرب وتونس والجزائر ومصر والسعودية وقطر والعراق والإمارات وسلطنة عمان والأردن. إذن 10 منتخبات حسب التصنيف الدولي راح يتأهل مباشرة إلى بطولة كأس العرب. وبهاي الحالة هاي ال10 منتخبات تأهلت بشكل مباشر بدون ما تحتاج لخوض الأدوار التمهيدية للتأهل إلى كأس العرب. أما المنتخبات اللي راح تتأهل عن طريق الأدوار التمهيدية هي 12 منتخب. هاي 12 منتخب راح يلعبون سوا، يطلعون من عندهم 6 منتخبات فقط. منتخبات وهي البحرين وسوريا وفلسطين وموريتانيا ولبنان وليبيا وجزر القمر والسودان والكويت واليمن وجيبوتي والصومال. بعد ما عرفنا 16 منتخب اللي حيكونوا متواجدين بكأس العرب والمنتخبات ال10 اللي تأهلوا بشكل مباشر و12 منتخب اللي راح يخوضون الدور التمهيدي، راح تنتقل إلى النقطة الأهم. والنقطة الأهم في البطولة هي الكاش ماني، وهي جوائز البطولة. طبعا جوائز البطولة المالية هي 25 مليون دولار تقريبا. جوائز البطولة لكل المشاركين في البطولة، عن أي فريق يشارك في البطولة راح يحصل على 500 ألف دولار لكل منتخب مشارك في دور المجموعات. وراح يكون المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي 750 ألف دولار. اللي يتأهل للدور ربع النهائي راح يحصل 750 ألف دولار لكل منتخب استطاع التأهل إلى دور ربع النهائي من المنتخبات الأربعة. صاحب المركز الرابع راح يحصل 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث راح يحصل 2 مليون دولار، وصاحب المركز الثاني راح يحصل 3 ملايين دولار، وصاحب المركز الأول راح يحصل 5 ملايين دولار. لذلك كل منتخب راح يشارك بهدف الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة حتى يحصل على المبلغ المادي. وبصراحة هذه المبالغ تفيد كثير من المنتخبات والاتحادات الرياضية العربية، ناهيك عن المنافسة والاحتكاك مع أكبر وأقوى المنتخبات العربية. زين، كنا نعرف أن الجزائر هو حامل اللقب في الموسم قبل الماضي، قبل كأس العالم اللي كان في دولة قطر، عندما شاركت اللاعبين المحليين. وحتى هذه النسخة حسب الأنباء أنه المنتخب الجزائري راح يشارك باللاعبين المحليين فقط. هاي البطولة فعليا راح تكون خير استعداد لكأس آسيا 2024 في قطر أيضا. وهذا الشيء راح يخلينا نقول بأنه يجب علينا المشاركة ببطولة كأس العرب في قطر. يعني راح يكون خير استعداد لجميع المنتخبات العربية الآسيوية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2024 في قطر. راح تكون بمثابة معسكر قوي قبل الدخول في النهائيات الآسيوية. حتى على صعيد المادي، بدل ما يروح الاتحاد يصرف مبالغ طائلة على المعسكرات والمباريات التدريبية، البطولة راح تكون بتاريخ 30/11 إلى 18/12 تقريبا. وهاي مدة البطولة، يعني قبل تقريبا 15 يوم من انطلاق كأس آسيا 2024. هذا كل شيء في فيديو اليوم. وقبل ما نختم لا تنسونا من اللايك وتفعيل جرس الإنذارات، والأهم من هذا كله تشرفوني وتشتركون بالقناة. أكون ممنون بكم. إن شاء الله نشوفكم فيديو جديد، وإن شاء الله تكونون بألف خير. في أمان الله.